بعد الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا اتقلبت حرفيا. الجدل بدأ بقوة بعد الفيديو اللي نشره أحمد تيمور بنفسه، واللي قال فيه بصريح العبارة: أنا بحب المرأة المصرية وبحب كل البنات عموما. المرأة المصرية أو المرأة، أنا بحب البنات جدا. الكلمة دي بالذات كانت الشرارة. الناس شافوا إن جملة زي دي من شخص لسه عاقد قرانه على مي عز الدين ممكن تفتح أبواب كتير وتعمل جدل أكبر، وده فعلا اللي حصل. الفيديو انتشر على كل الصفحات والناس بدأت تسأل: هو ليه بيقول كده؟ إيه الهدف؟ هو بيدور على شهرة ولا بيدور على ترند؟ في ناس كتير كتبت تعليقات صريحة: انت لسه متجوز مي، ايه لازمة الكلام ده؟ انت بتستعرض ولا عايز تلفت الأنظار؟ والتعليقات فضلت تولع والسوشيال ميديا كانت مولعة أسرع من المتوقع. الصور القديمة اللي رجعت الجدل من تاني. فجأة ظهرت صور قديمة وفيديوهات لأحمد تيمور مع الفنانة هيدي كرم، صور في تجمعات في مناسبات، وفي لقطات اتفهم منها إنه كان بينهم علاقة قريبة أو صداقة قوية جدا، وبالعربي يعني كان حبيبها. وهنا بدأ الكلام يزيد. في ناس قالت إنهم كانوا مرتبطين، وناس قالت إنهم كانوا على علاقة واضح منها قرب مش بسيط، وناس دخلت تعلق: طب ازاي من هدي لمي؟ ايه اللي حصل؟ يا مي خلي بالك. والتعليق ده تحديدا بقى ترند: يا مي خدي بالك. والهجوم زاد أكتر لما بدأ البعض يقول إن مي عز الدين استعجلت في قرارها، خصوصا إن والدتها كانت متوفية من فترة قريبة، وناس كتير قالت إنها يمكن حست بالوحدة واتسرعت في الارتباط. التعليقات كانت صريحة جدا: مي اختارت بسرعة، كان لازم تتأكد أكتر. مي بنت مصر وكلها بتحبك وخلي بالك. الناس بتدافع عن مي وبتعتبرها رمز للرقة والطيبة، وبيقولوا إنهم عايزين يشوفوها مستقرة ومبسوطة ومطمنة. فهل فعلا أحمد تيمور كان على علاقة مع هيدي كرم؟ لحد دلوقتي لا هيدي كرم طلعت قالت حاجة، ولا أحمد تيمور نفى الموضوع بشكل واضح، ولا مي عز الدين نفسها دخلت في التفاصيل. بس انتشار الصور والفيديوهات خلى الموضوع ياخد اتجاه جديد، وإن العلاقة دي سواء كانت صداقة أو ارتباط بقت جزء من السوشيال ميديا، والناس بدأت تربط بينها وبين تصريح بحب كل البنات. الناس سألت نفسها: هو ليه يعمل فيديو غريب زي ده وهو عارف إن الماضي بتاعه هيتقلب تاني؟ والتحليل اللي الناس بدأت تربطه: ناس كتير شافت إن أحمد تيمور يمكن بيحاول يثبت وجوده قدام الجمهور، يمكن عايز يبان، ويمكن شايف إن مي نجمة كبيرة ولازم هو كمان يبقى له تواجد. وفي ناس تانية قالت: الراجل تصرف بعفوية بس توقيت الفيديو غلط، يا عم لسه متجوز، ركز في بيتك مش في السوشيال ميديا. وبدأت الناس تكتب له مباشرة: خلي بالك من مي، دي مش أي حد. واللي واضح إن الناس كلها واقفة في صف مي، شايفين إنها طيبة ومسالمة، وإنها تستاهل حد يحافظ عليها ويداري عليها. ومهما الجدل يكبر كل التعليقات تقريبا بتيجي بصيغة واحدة: يا مي خلي بالك، يا مي اختاري صح. والخلاصة دلوقتي القصة بتدور حوالين 3 نقاط: تصريح أحمد تيمور اللي اتاخد بشكل غير مناسب، وصور وفيديوهات قديمة مع هدي كرم والناس ربطتها بعلاقتهم الحالية، والأهم خوف الجمهور على مي عز الدين وحبهم ليها ودعمهم المستمر. واللي بيزود الجدل إن ولا مي ولا هدي ولا أحمد طلعوا بتوضيح رسمي، والسوشيال ميديا بطبيعتها لما تلاقي مساحة مفتوحة تبقى عاصفة.